اخ الاسلام، اين نادته الملائكة؟ في المحراب. وماذا كان يفعل؟ قائم يصلي، قائم يصلي. ان الله يبشرك بيحيى، فكيف تجمع بين الموقفين؟ سورة مريم تفيد ان الذي بشر هو الله، يا زكريا انا نبشرك بغلام. وسورة آل عمران تفيد ان الذي بشرهم الملائكة، فكيف الجمع بين الموقفين؟ الجمع بين الموقفين ان زكريا لما دعا الله رد عليه الله قائلا يا زكريا انا نبشرك بغلام. فلما اقترب زمان الوضع ارسل الله اليه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. الكلمة هو المسيح ابن مريم. كانت مريم حاملا في المسيح، وكانت ام يحيى حاملا في يحيى، ويحيى ابن خالة المسيح، وام يحيى اسمها ايشاع، وام المسيح اسمها مريم، مصدقا بكلمة من الله، اي ان يحيى سيصدق برسالة المسيح، والمسيح كلمة، ومعنى كلمة ان الله خلقه بكلمة واحدة وهي قوله كن فيكون. وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر، انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون. فعيسى خلق بالكاف والنون كما خلق ادم بالكاف والنون، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين. كن فيكون. فماذا قال زكريا لربه؟ قال رب اجعل لي آية. فماذا قال له ربه؟ ايها الاخوة الاعزاء، اراني قد افلت وعقارب الساعة تزحف علي حثيثا حثيثا، فحتى لا يضيع الزمن من يدي فانني اؤجل هذه الاجابة حتى اجلس جلسة الاستراحة هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا كل ابن ادم خطاء وخير الخطاؤون خير الخطائين التوابون. يا الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معشر الاخوة الاماجد، انتقل بحضراتكم الان الى بيت نبي الله زكريا ابي يحيى. قال رب اجعل لي آية، اجعل لي علامة ودليلا على ان امرأتي حملت بيحيى.
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. انتقل الى سورة آل عمران. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا. الليالي في مريم والأيام في آل عمران، ومع الآيتين يجمع الله الأيام والليالي، أي أنك يا زكريا سيمنع لسانك من الكلام 3 أيام. فإذا رأيت لسانك قد احتبس عن الكلام ولم تستطع الكلام إلا بالإشارة، فاعلم بأن الفرج قد جاء من رب القدرة. ولكن يا رب كيف أصلي؟ كيف أقول الله أكبر؟ كيف أذكرك؟ كيف أشكرك ولساني محبوس؟ قال له رب العالمين إن لسانك سيحبس عن الكلام مع الناس فقط، أما معي فسوف يكون لسانك كما هو. ولذلك قال له بعد هذه الآية واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. إن لسانك سيحبس عن الكلام مع الناس في كلام الناس، أما إذا أردت ذكري وشكري والتقرب إلي فلسانك سيسيل منه الذكر كما يسيل ماء السحاب من أعلى قمم الجبال. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. وبعد ذلك يطوى الكلام عن زكريا ليرفع الستار عن يحيى. يا يحيى خذ الكتاب بقوة بعزيمة وصدق، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة. حنانا رحمة من عندنا، وزكاة أي نقاء وصفاء وتقوى، وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. من هنا حدثنا القرآن عن مولد يحيى، لأن أباه قد بلغ من الكبر عتيا، ولأن أمه كانت عاقرة. فإذا ما جاء من الكبر وجاء من العقم، إذا ما جاء من الكبر والعقم يحيى فإنه آية من آيات رافع السماء، آية من آيات الله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. يا ليتنا نقول هذه الآية لشبابنا، يا ليتنا نقول لشبابنا يا شباب محمد خذوا القرآن بقوة، خذوا تعاليم الله بقوة.
يا ليت اعلامنا وبيوتنا ومدارسنا ومساجدنا تقول لشباب محمد: يا شباب محمد خذوا القرآن بقوة. القرآن خذوه بقوة. وعندما اقلب الطرف في خريطة الامة الاسلامية ارى الامة كادرة عن تعاليم ربها، مقصرة في اداء حقوق نبيها. ارى دماء العرب والمسلمين تسيل بايدي العرب والمسلمين. ان الامر الذي احب ان اؤكده وازيده توكيدا وتوضيحا ان روسيا وامريكا اتفقتا على ان يحطما امة محمد. هذا اتفاق دولي في عهد الوفاق، استغفر الله، بل في عهد العناق والنفاق. فمنذ 7 سنوات صممت روسيا على ان تضرب الباكستان ضربة تقسم فقار ظهرها، فسلطت الهند الوثنية التي تعبد البقر، سلطتها على باكستان فضربتها وقسمتها الى باكستان الغربية وباكستان الشرقية بنجلاديش. والآن وفي هذه الأيام التي تمر بنا روسيا مصممة على أن تضرب الصومال المسلم ضربة قاصمة كما ضربت باكستان. فماذا تفعل؟ ماذا تفعل؟ جندت عملاء لها في منطقة المسلمين. التاريخ يعيد نفسه، تاريخ ضرب باكستان يعيد نفسه في الصومال، والأمة غافلة غافية نائمة سكرى شربت حتى اكتمالك ولا تفكر في مستقبلها مقدار قدم واحد. اليمن الجنوبية تمد اثيوبيا الكافرة برجال يقاتلون المسلمين في الصومال، وليبيا المسلمة العربية تمد اثيوبيا ايضا بسلاح وعتاد بدون حساب. فسلاح المسلمين يقتل المسلمين، ورجال المسلمين يقتلون المسلمين، في الوقت الذي يجري فيه اشتباك بين جيش سوريا وجيش لبنان، ويقع بين الفريقين 150 قتيلا. لا اقول شهيدا وانما اقول قتيلا. وهذا هو حصاد الدكتاتورية.